ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ الاخبار؟ معاكم محمد زقزوق من ZakWorks.com. اهلا بيكم في الدرس الثاني من ورشه رمضان كريم. الدرس النهارده هنشتغل فيه على السينما 4D فيرجن 18 علشان بس في بلجن هنشتغل بيه. البلجن ده مش بيشتغل على الفيرجنز اللي قبل فيرجن 16، عشان كده اضطريت ان انا اشتغل النهارده على فيرجن 18، مع اني مش بحب اشتغل على فيرجنز جديده. درس النهارده تقيل وصعب شويه للناس اللي لسه بتبتدي في البرنامج السينما 4D او في الموشن جرافيكس عموما، لكن بالنسبه للناس اللي بقالها شويه شغالين او اللي هم يعني ناس بروفيشنالز او في المستوى المتوسط، فده بالنسبه لهم هيبقى توتوريال ظريف جدا، وهيقدروا يعني يعرفوا شويه حاجات يطوروا بيها من مستواهم الى حد ما. الدرس هيكون متقسم لاكتر من جزء. النهارده هنشتغل على جزء السينما 4D علشان بس مش حابب يكون الفيديو او التوتوريال طويل شويه وهيبقى مدته كبيره، علشان كده حبيت اقسمه على اكتر من جزء، يعني غالبا على الاكتر يعني هيكون جزئين بس مش اكتر يعني. تعالوا نشوف هنعمل ايه. زي ما احنا شايفين هو ده اللي احنا هنعمله بالظبط. طبعا كلمه شهر القرآن اللي كاتبها احمد ابو الحسن، اللي عمل المخطوطه برضو بتاعه التوتوريال اللي فات، يعني بشكره جدا على تعبه معايا، لان بصراحه انا كنت طالب منه دي مخصوص ان هو يعملها لنا للتوتوريال ده. فيا ريت يا جماعه نشكر الراجل ده جدا ونعمل له سبورت على البيهانس وعلى الفيسبوك بتاعه، لانه فعلا راجل عنده شغف جدا في شغله، وان هو يعني يساعدني في التوتوريالز بتاعه الورشه دي. ده بجد شيء يعني يتحط فوق الدماغ بصراحه، لان هو اصلا مش مجبر انه يعمل كده. فكتر خير الراجل يعني ان هو بيعمل الكلام ده علشان برضو يبسطكم، وعلشان نعرف نعمل ورشه انا وهو سوا تكون مختلفه، ويكون رد الفعل بتاعها يعني الى حد ما كويس الحمد لله. تعالوا نبص بصه سريعه كده على البروجكت فايلز بتاعه التوتوريال بتاع النهارده. هنلاقي ان عندنا كلمه رمضان شهر القرآن، هي دي الكلمه اللي هنشتغل عليها النهارده، واللي معموله مخصوص برضو للتوتوريال بتاع النهارده. عندنا كمان اللي هو الشبه الاسلامي اللي احنا اشتغلنا بيه المره اللي فاتت. يلا نبتدي على طول. زي ما احنا شايفين مع بعض في اللي ورا البوكيه ده، او اللي هو التاثير البوكيه اللي ورا ده، هو اسمه كده يعني. اي حاجه كده بيبقى معمول لها بلور، بالذات لو النور او اللمض الصغيره دي بتبقى التاثير ده او الافكت ده اسمه بوكيه. وعندنا الميه بتاعتنا، ودي اللي هنستخدم فيها البلجن. وممكن كمان على فكره ما نستخدمش بلجن، وممكن نعملها بكل سهوله اصلا على السينما 4D، وهنعرف برضو ازاي ان شاء الله لو ما نسيتش يعني. اول حاجه خالص عايز احطها اللي هي كلمه شهر القرآن اللي معموله إليستريتور. ولازم علشان تدخل اي تكست فايل او اي شيب او اي باث من الإليستريتور على السينما 4D لازم يكون اقل من فيرجن 8. انا ما اعرفش الموضوع ده بصراحه حصل له ابديت ولا لا، بس انا بالنسبه لي لما بحب ادخل اي باث علشان اعمله او احوله 3D جوه السينما 4D لازم اعمل له سيف از على ان هو يعني يبقى اقل من فيرجن 8 او فيرجن 8 يعني الإليستريتور فيرجن 8، علشان يخش بكل سهوله على السينما 4D واقدر احوله 3D. فهنجيب من هنا فايل واجيب ميرج اوبجكتس، واختار من البروجكت فايلز كلمه رمضان او كلمه شهر القرآن، وادوس اوكي. زي ما احنا شايفين مع بعض الكلمه جت اهي، شهر القرآن. عايز اقول لكم ان انا مش بشتغل بفيرجن 18 ده ابدا، انا دايما بشتغل بفيرجن 12 لاني اسرع عليه بصراحه. ففيرجن 18 ده اول مره اعمل بيه توتوريال، علشان انا بصراحه ما اشتغلتش عليه كتير قبل كده يعني. اوكي، فهنيجي هنا عند الكلمه او الباث بتاع رمضان ده، هنخلي البوزيشن هنا الاكس والواي 0 علشان يجي لي في السنتر بالظبط او في المنتصف بالظبط، في منتصف الورك اريا بتاعي يعني. وهنحوله 3D ازاي؟ فهنيجي ندوس عليه كده ونعمل له اكسترود من الاكسترود دي، وادوس الت على الكيبورد، وبعد كده ادوس اكسترود علشان اوتوماتيكلي ان هي تيجي لي جوه، او الكلمه دي تبقى تشايلد الاكسترود ده يعني. طيب طبعا دلوقتي احنا مفيش اي حاجه حصلت خالص، ما تحولش 3D ولا اي حاجه خالص. وده ليه؟ ده لان الرمضان دي او كلمه شهر القرآن دي جواها تشايلدز ثانيه، فعلشان اخليه يتحول 3D اوتوماتيك المفروض ان انا بكونكت كل التشايلدز دي مع بعضها، او بكل بساطه باجي عند الاكسترود ده بقول له اللي هي هيري شانيل دي، الكلمه الغريبه اللي انا مش عارف اقراها دي، مش عارف ليه. بس يعني شركه ماجزون بتحب تعمل الكلام ده بصراحه، مش عارف ليه بتختار اسامي صعبه قوي كده ومسميات غريبه كده مش مخلينا نعرف نقرا اي حاجه يعني. لازم اكون الماني يعني عشان اشتغل على البرنامج ولا ايه؟ مش فاهم. ادي كده الكلمه اتحولت 3D. هاجي عند الاكسترود واظبط الكابس بتاعتها، هاجي عند الكابس دي افتح بس دول شويه عشان اشوف، اخلي الستارت من كاب لفيلت كاب، والاند برضو اخليها فيلت كاب، واخلي الريديوس بتاعها 1 والريديوس برضو اللي تحت 1. كده انا عملت لها حواف من
الحواف دي اللي هي الايدجز دي، علشان لو في اي لايتس ولا اي حاجه يبقى في ريفليكشنز على الحواف او الايدجز بتاعه الكلمه بتاعتنا، بتدي افكت حلو قوي مع اللايتس ولما بيجي الكاميرا بتتحرك وكده. عايز بقى اصغر الاكسترود بتاع الكلمه دي شويه، من هو 20 كده خليه 10 مثلا، واخد كوبي من الاكسترود ده، ممكن نسمي ده مثلا 001، اخد منه كوبي، ممكن ادوس كنترول واشد كده لتحت، او ممكن كوبي بيست عادي كنترول سي كنترول في، واسمي ده 002 لان ده هيبقى الاكسترود اللي ورا، اخليه كده مثلا. بعد كده اخد منه كوبي تالت كنترول سي كنترول في واسميه مثلا 003 واحطه في النص كده، واروح جايبه في البدايه كده هنا مثلا. ممكن نشتغل من التوب عشان نبقى شايفين احنا بنعمل ايه. اروح جايبه هنا مثلا كده، وازود الاكسترود بتاعه لحد ما يوصل للتاني، لحد ما يكونكتوا مع بعض كده. اجي بقى عند البرسبكتيف فيو بتاعي، الاقي ان الكلمه بقى عامله اكسترود ضخم كده. انا عملت الكلام ده علشان ادي لكل جزء في الكلمه بتاعتنا ماتيريال، وهاجي هنا عند الماتيريالز تاب دي، ادوس هنا كليكين علشان يعمل لي ماتيريال، واحط واحده في رقم 1 دي، واحط الثانيه في رقم 2. دول هياخدوا نفس الماتيريال دي، ولتكن مثلا هدوس كده كليكين، صغر بس الويندو دي شويه كده، واديها لوميننس ابيض، واخلي التكستشر بتاعته جريدينت، وممكن اديله ريفليكشن كمان. اجي هنا مثلا كده عند الريفليكشن ده، واجي عند لايرز اقول له اد ريفليكشن ليجاسي، فعمل لي لاير جديده اهي او لاير 1 دي. اجي عند اللاير كولر دي واختار التكستشر اخليها فرينيل اهي تمام، واقلل شويه من البرايتنس واقلل الميكس سترينجث، فخلي البرايتنس مثلا ولتكن 40 والميكس سترينجث دي خليها مثلا 20، واقفل الماتيريال دي. اوكي كده الماتيريال بتاعتي بقت جميله جدا. طيب اجي بقى اعمل الماتيريال بتاعت اللي احنا شايفينها في النص دي. هاجي هنا برضو عند الماتيريالز تاب وادوس كليكين واختار الماتيريال دي. اجي عند الكالر واقول له تكستشر، اختار من البروجكت فايلز الشيب كالر بتاعنا. هنا بيقول لك انت عايز الايمج دي او الصوره اللي انت اخترتها دي احطها لك في اللوكيشن بتاع البروجكت. اقول له لا مش مشكله، انا كده هعرف مكانها. كده انا اخترت الكالر، هحط بس الماتيريال هنا علشان اشوف انا بعمل ايه. واجي عند الريفليكشن اجيب لايرز واقول له اد ريفليكشن، هو كده ضاف لك الريفليكشن الجديد. اقول له مثلا الكالر او اللاير كالر انا عايز التكستشر بتاعها يبقى فرينيل، واخليها مثلا ولتكن 30 البرايتنس، واخلي الميكس 15 مثلا، واقفل الماتيريال. واجي اقرب كده شويه واشوف بقى ايه الغلطات بتاعه الماتيريالز. زي ما احنا شايفين هنلاقي حته ممطوطه وحته بايظه، وده علشان انا مختار اليو في مابنج. فهاجي عند البروجيكشن ده واخليها كيوبيك، كده هتكون مظبوطه معايا بالماتيريال بتاعتي. وممكن كمان اختار الماتيريال دي، ممكن امشيها من الاوفست مثلا، ممكن امشيها قدام او ورا لحد ما اخليها سنترد او في النص بالظبط، مثلا ممكن 25، ممكن 25 كويس. طيب دي اول حاجه عملناها وهي كلمه شهر القرآن. ايه اللي هنعمله بعد كده؟ نشوف بقى كده ريندر تيست للكلمه اللي احنا عملناها، وادوس ريندر. جميله جدا. طبعا مفيش اي لايتس ولا اي حاجه خالص من اي نوع خالص لسه. اللي هنعمله بعد كده ان احنا نعمل الميه بتاعتنا، وانا قلت لكم في البدايه خالص ان انا ممكن اعملها باكتر من طريقه.